بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. المشاهدون الكرام، تحية مباركة طيبة أسأل الله أن تكونوا في أمانه وحفظه، كما نسأله أن ينفعنا بما علمنا. ربنا أنفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أحبتي، في هذا البرنامج أحييكم في رحاب حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة الثالثة من هذه الدورة لشبكة سلام الإعلامية. في الحلقة الأولى تحدثنا عن الملامح والموجهات العامة للبرنامج، اهتماماته، مرتكزاته. ولعلكم تذكرون سادة المشاهدين والمشاهدات الفضليات أننا تحدثنا وقلنا سنركز على تاريخ ومكانة وأهمية وواقع اللغة العربية في إريتريا، وقد أشرنا بشكل أو بآخر اهتمامنا بمكانة اللغة العربية في خارطة اللغات العالمية، وتقديم نماذج من آدابها، فنونها، إصداراتها في مختلف دروب الأدب العربي. وفي الحلقة الثانية تابعتم سادتي الجذور التاريخية للغة العربية في إريتريا، وأشرنا إلى أن اللغة العربية في إريتريا ارتبطت ارتباطا وثيقا بتاريخها الجغرافي والبشري والثقافي، وذكرنا أن اللغة العربية هي من بين اللغات الأخرى التي سبقت ظهور المسيحية وانتشار الإسلام في المنطقة. وأشرنا إلى أن كل الأنظمة الاستعمارية التي تعاقبت على إريتريا بما في ذلك المجموعة الاحتلالية الحاكمة اليوم كلها حاربت اللغة العربية بمختلف الأساليب والمشاريع والأجندات الظاهرة منها والباطنة، حتى وصل البعض إلى عدم الشعور بالإثم عندما يحاول أن يطلق أحكامه اللغوية في إريتريا بناء على الوضع الذي عليه الآن بلادنا الحبيبة، متناسين عن عمد أو غيره مخططات النظام الحاكم ومن سبقوه إزاء استعداء اللغة العربية ومحاربتها بشكل مستميت. فالواقع الذي تعيشه إريتريا، وتحديدا واقع اللغة العربية، لا يعكس تاريخها اللغوي البعيد، ولا يشابه أيضا ماضيها القريب الجميل. وسنرد قدر الإمكان على كثير من المزاعم والترهات التي تروج في أدمغة عدد هائل ممن يزعمون أنهم إريتريون، أو أولئك الذين يروجون لأجندات شوفينية عصبية، سيما التي تزعم أن لا علاقة مطلقا بين اللغة العربية وإريتريا أو العكس، وأن كل ما دار في هكذا مفاهيم غير واقعية إنما يعبر سادتي وأولئك الذين ينطلقون فقط من ما آلت إليه الأوضاع اللغوية والثقافية في إريتريا نتاج السياسات غير الوطنية وغير الحقيقية التي عاشتها البلاد ردحا من الزمن. بالتالي واجب علينا في هذا البرنامج الحديث عن المراحل التاريخية المشرقة للغة العربية في إريتريا. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وقبل الحديث عن محتوى ومضامين الحلقة الثالثة هذه، دعونا نتحدث قليلا عن نشأة اللغات في الأصل. تقول المعلومات التي وقفنا عليها: قدمت الكثير من التفسيرات والتكهنات حول كيفية اكتساب البشر للغة، ورغم طرح الكثير من النظريات إلا أنها كانت كلها قصصا وروايات أخذت مكانا هاما في التاريخ. ولكن خلال العقود القليلة الماضية أصبح البحث عنها كثيرا أو أكثر تطورا وحداثة، وأصبحت الأبحاث المختصة بمعرفة نشأة اللغة تستند إلى بحوث وتحليلات علمية، وارتبطت نشأة اللغات ارتباطا وثيقا مع حركة الجسم الإيمائية. ومن منظور العلم تعتبر لغة الإشارة هي أول لغات العالم، ولا يزال العلماء والباحثون يميلون إلى رأيين مختلفين في مسألة نشأة اللغة. فمنهم من يرى إن اللغة خلقت مع الإنسان، ومنهم من قال إنها تطورت ببطء خلال مراحل النمو المختلفة للبشر. إضافة إلى ذلك تعتبر اللغة واحدة من بين أبرز القدرات التي يمتاز بها البشر، وهي عبارة عن نظام معقد
تدخل في استخدامه الكثير من الوظائف الحركية والذاكرة. لا زلتم مع برنامج مع اللغة العربية. وبالعودة إلى موضوع اللغة العربية في إريتريا، تعتبر إريتريا بلد متعدد اللغات والثقافات والأعراق والإثنيات. بالتالي فإن كل ما يمارس على أرض الواقع بغير هذا البعد الحقيقي يعتبر متصادما مع الحقائق، وإن تستر بشعارات هلامية لا تلامس الواقع، على غرار ما هو عليه اليوم في إريتريا. اللغة العربية لها خصوصيتها ومكانتها الاجتماعية والدينية والثقافية في إريتريا تحديدا. بالتالي فلا غرو أن تشكل أقوى رابط وطني في إريتريا. بدونها أو في تغييبها المتعمد لا يمكن الادعاء أو الزعم برسوخ عدالة أو مساواة لغوية في إريتريا على نحو ما تزعم إليه وتدعيه المجموعة الشوفينية الحاكمة اليوم في إريتريا. إن الاهتمام باللغة العربية في إريتريا لا يعني إلغاء اللغات الأخرى، فمعظم اللغات الوطنية وصلتها يد التهميش والتضييق حتى ولو بنسب متفاوتة. لكن ما تعرضت له اللغة العربية من مخططات حرب ومشاريع منظمة مدروسة بمكر كان الأكبر، ولا ينكر ذلك إلا من هو مجافي للواقع. ومن هنا يكون لزاما علينا سادتي تسليط الضوء على بعض المؤامرات التي حيكت والتي لا تزال تمارس ضد تطور اللغة العربية في إريتريا، وسنبحث قدر المستطاع عن أسباب ذلك. ولماذا اللغة العربية مستهدفة بشكل مستمر؟ هل هي مستهدفة لذاتها أم هناك أهداف ومرامي أخرى توافق عليها متنفذون سلطويون، سواء كانوا مستعمرين سابقين أو مستعمرين جدد؟ وهذه بحد ذاتها قضية تدعو إلى البحث والتدقيق، وهذا ما سيركز عليه البرنامج ضمن خارطته البرامجية بشكل رئيسي. هذه شبكة سلام الإعلامية، ومنها تتابعون برنامج مع اللغة العربية. واحدة من الأدوات التي استخدمتها كل الأنظمة التي تربعت على دفة الحكم في إريتريا، بما فيهم هذه الزمرة الجاثمة على صدر كل شيء في الوطن بما فيها اللغة العربية، هي الخلط بين اللغة واللهجة. فهل هناك فرق بين اللغة واللهجة؟ أيضا هذا ما سنبحث عنه في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، سواء بالبحث في المراكز البحثية اللغوية المتخصصة أو من خلال استضافة ذوي الاختصاص اللغوي. في حلقة اليوم وهي الثالثة أعزائي المشاهدين والمشاهدات، سنحاول تقديم نماذج من تاريخ اللغة العربية في إريتريا، تاريخها الذهبي، خاصة في السنوات التي أعقبت هزيمة الطليان ودخول إريتريا التي تمثل أخطر مراحلها السياسية، المتمثلة في الفترة الممتدة من عام 1941 وحتى تاريخه، أي فترة تمتد إلى 80 عاما. ونظرا لطول الفترة واستصحابا بالمشاريع السياسية التي صاحبت الفكرة والنظر إلى اللغة العربية من منظور سياسي بحت، إلى ذلك محاولة إفراغ اللغة من مضامينها الدينية والثقافية، هذه وغيرها كانت ولا تزال كفيلة أن تضع اللغة العربية في إريتريا في زاوية ضيقة لا تشبه أصالتها مع غيرها من اللغات، بل وتضعها أحيانا في خانة اللغة الدخيلة كما يروج لها من العناصر الشعوبية القديمة منها والحديثة. هنا سادتي نشير إلى ما ذكره السفير المناضل الأستاذ علي محمد صالح، مقالة تحدث فيها عن اللغة نشر ذلك في موقع سماديت كوم وكذلك موقع فرجت. لحظات ونتابع ماذا قال سعادة السفير علي محمد صالح. سيداتي سادتي، يقول السفير علي محمد صالح في مقالته: لم تكن اللغة العربية وليدة صدفة أو حديثة عهد كما يدعي البعض ممن أغوته النزعات والأهواء، بل كانت وسوف تظل لغة أصيلة بحكم الواقع والتاريخ والجغرافيا. ولمزيد من التأكيد، فإن المستكشفين البرتغال عندما نزلوا في الشواطئ الإريترية كانت تفاهمهم مع السكان المحليين
باللغة العربية عبر ترجمان، وهي فترة ضاربة في القدم. وفي القرون القريبة كانت اللغة العربية لغة الديوان والمسجد والكنيسة في كل من إثيوبيا وإريتريا، بواسطة كبير القساوسة الأرثوذكس في الكنيسة الشرقية، ومقرها مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. وكانت تجري كل المراسم والطقوس الدينية باللغة العربية، وكانت كل الشارات الرسمية والأختام لأباطرة إثيوبيا باللغة العربية. فكان الختم الرسمي للملك مكتوب عليه ملك ملوك الحبشة باللغة العربية. وقد ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة العربية، وكان متداولا في إثيوبيا وإريتريا الحالية إلى جانب الجئزية. وأن اللباس الرسمي للرأس الأولى أحد القادة العسكريين الإثيوبيين الذي غزا إريتريا في القرن التاسع عشر كان زياً عربياً كالذي نراه اليوم في كثير من الأزياء العربية. تحديداً كان مثل الأزياء التي يلبسها الخليجيون في الجزيرة العربية. وأن العملة التي كانت متداولة كانت تسمى الريال أبو طيرة، والتي اشتق منها باطيرة بلغة التجرينية. وهذا دليل آخر على أن التواصل الثقافي والتجاري كان أريحياً وبدون تكلف، ولم يكن هناك تحسس ما نسمعه اليوم من ترهات وما نشاهده من مزاعم ومغالطات. يواصل السفير علي محمد صالح فيقول: إن اللغة العربية لغة أصيلة في إريتريا وإلى الأبد، ما دام من أنصارها من لا يعترض على التجرينية قبولا بالثنائية على الأقل. وبناء على هذه المعطيات قرر الآباء المؤسسون لدولة إريتريا في بداية الخمسينيات في القرن الماضي أن تصبح العربية والتجرينية لغتا الدولة الرسميتان، وهو عهد يجب أن يصان، وأن أي خرق في هذا العهد وغيره من العهود للآباء المؤسسين سوف تكون له عواقب وخيمة ليست في صالح البلاد والعباد. وما يعزز حديث سعادة السفير كما يقول في مقالته ما حدث عام 1958 عندما ألغى الاستعمار الإثيوبي اللغتين الرسميتين العربية والتجرينية وأبدلهما بلغة الأمهرية. اندلعت المظاهرات في معظم المدن الإريترية احتجاجاً من جميع فئات الشعب الإريتري مطالبة بعودة لغتيهما الرسميتين وفق دستور الحكومة الفيدرالية. وصونا لذلك العهد التزمت الثورة الإريترية في مرحلة الكفاح المسلح باعتماد اللغتين العربية والتجرينية. المشاهدون الكرام، اختطفنا لكم أو قدمنا لكم مقتطفات مما أدلى به أو كتبه سعادة السفير علي محمد صالح عن أصالة وجذور اللغة العربية في إريتريا في عصرها الذهبي. وهنالك الكثير من الذين كتبوا عن جذور ورسوخ اللغة العربية في إريتريا خاصة في عصرها الذهبي. نواصل سيداتي سادتي هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية من شبكة سلام الإعلامية. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، وتأكيداً على الجذور التاريخية للغة العربية في إريتريا وارتباطاً بشكل مباشر بتاريخ الجزيرة العربية، ولتقديم خارطة مبسطة عن اللغة العربية في إريتريا، دعونا نحدد أنه ومنذ دخول الإسلام إلى المنطقة بما فيها إريتريا، أي قبل نحو أكثر من 1400 عام، أصبحت اللغة العربية لغة الدين الأولى. بالتالي ارتبط بها المسلمون أي ارتباطاً وثيقاً باللغة العربية، بدءاً من النطق بالشهادة، ثم تعلم القرآن الكريم، وأداء الصلوات المفروضة التي لا تصح إلا باللغة العربية، والصلاة عماد الدين. ثم تواصلت الهجرات العربية من دول الجوار إلى إريتريا، تبعتها هجرات بحثية علمية معاكسة، أفرادا كانوا أو جماعات، تحديدا إلى دول عربية بعينها، منها الشقيقة جمهورية مصر العربية حيث الأزهر الشريف، ثم إلى الجامعات الأخرى مثل الجمهورية العربية الشقيقة سوريا وجمهورية السودان
البلد الشقيق، والجمهورية العراقية العراق الشقيق. ثم عودة أولئك المتعلمين وانخراطهم في الحياة العامة من تدريس أو تولي المناصب الإدارية هذه وغيرها، وانصهارها مع المكون التاريخي والجذور العميقة من مرجعيات عدد من اللغات العربية إلى الأصل العربي، جعلت من اللغة العربية اللغة السائدة في جميع أنحاء إريتريا بما في ذلك المرتفعات. على سبيل المثال عزيزي المشاهد، يمكن الإشارة إلى التدريب العسكري الذي استهلته الثورة الإريترية في بداية الكفاح، أي جبهة التحرير، كان باللغة العربية، إذ لا يستقيم منطقيا فرض لغة غير أصيلة في المجتمع وهو يتوجه إلى تعديل الصورة المقلوبة في إريتريا أو طرد المستعمر إرجاعا للحقوق، فكأن التدريب باللغة العربية كان كما لو أنه واحدة من الحقوق التي سيدفع الشعب الإريتري حياته من أجلها. وقد لا ينعدم من يعزو ذلك، أي سيادة اللغة العربية في الميدان والتدريب العسكري بها، إلى العنصر البشري الذي تكبد مشاق البدايات، أي بدايات الكفاح المسلح، ليس إلا لو سلمنا ذلك جدلا، وحتى لو سلمناه جدلا نعم كما نقول، هذا يعني أن أولئك الأبطال من الرعيل هم جزء أصيل في المجتمع الإريتري المتعدد اللغات والثقافات. الشاهد على ذلك أن الفئة التي فرضت أو اللغة العربية كلغة تدريب وتسليح مواجهة لم تعلن خصومتها أو عداءها الثابت للغات الأخرى، بدليل أن الساحة الثورية تغيرت لغتها بعد أن آلت آليات الحكم والتحكم إلى فئة أخرى، أي إلى لغة التجرينيا. لكن الغريب في الفئة الأخرى التي فرضت بدورها لغة بعينها ولغة التجرينيا، أعلنت في كل بياناتها وتحركاتها السياسية والعسكرية عداءها المستميت لكل اللغات الإريترية بما فيها اللغة العربية. ليس هذا فحسب، بل فرضت لغة واحدة وهي لغة التجرينيا. الشاهد على ذلك مخرجات تلك المرحلة التي نعيش عقدها الخامس. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة لشبكة سلام الإعلامية، لا زلنا نتحدث عن العصر الذهبي للغة العربية في إريتريا، وقدمنا الجوانب التاريخية، واستطرادا مع ذلك أو مواصلة للحديث دعونا نتحدث أو نقدم نماذج عن الصحافة التي كانت في تلك الفترة، باعتبار أن الصحافة تعتبر مرآة لمستوى تطور المجتمع واللغة السائدة فيه وما إلى ذلك، وهي تعبر عن حالة الوعي والفكر والتعلم والتداول المتواجدة في أي مجتمع. لو أخذنا على سبيل المثال الفترة التي أعقبت هزيمة الطليان من عام 1941 ودخلت إريتريا مرحلتي الإدارة البريطانية والحكم الفيدرالي لحد 52، هذه العشر سنوات تعتبر العصور الذهبية لحرية الرأي والصحافة في إريتريا. نحن نشير إلى ذلك لأنها تعطينا انعكاسا لحالة اللغة العربية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في ذلك المجتمع. بعد 52 طبعا البلاد دخلت إلى مسلسلات وفصول. المرحلة التي تعيشها هي جزء من ذلك المسلسل الذي تعيشه حتى بفترة كفاح 30 سنة، والفترة ما بين هلالين، فترة ما نسميه بالاستقلال من 91 إلى 2001، 60 عاما. بالتالي أنا تعمدت أن أشير إلى يعني جزء من الصحف والمجلات التي كانت تصدر إما بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو دوري. على سبيل المثال في عام، وخلونا ناخذ من عام 41 أو بعد الفترة بتاعت 41، يعني حتى لو مشينا كمان قدام الفترة قبل في وجود العهد الإيطالي، على سبيل المثال مثلا اليومية الإريترية التي صدرت عام 1928 كانت تصدر بالعربية والإيطالية والإنجليزية. الجريدة العسكرية ساقري التي صدرت عام 1934 كانت تصدر باللغة العربية.
بريد الإمبراطورية اللي صدرت عام 1936 كانت تصدر باللغة العربية. الجريدة الإريترية الأسبوعية اللي صدرت عام 43 كانت تصدر باللغة العربية. مجلة الشهر صدرت عام 1945 كانت تصدر باللغة العربية. البريد العربي الأسبوعية 53 صدورها باللغة العربية. جريدة الزمان أو صحيفة الزمان عام 1953 كانت تصدر بالعربية والتجرينية. الجازيطة الإريترية عام 1947 كانت تصدر باللغة العربية. كذلك الصحف الحزبية التي كانت تصدر من عام 47 معظمها كان باللغة العربية. على سبيل المثال صوت الرابطة الإسلامية، حزب الرابطة الإسلامية عام 47 كان يصدر بالعربية والتجرينية. الجريدة الإثيوبية حزب الانضمام إلى إثيوبيا سنة 49 كانت تصدر بالعربية والتجرينية. نور إريتريا حزب انضمام إلى إثيوبيا بالعربي وبالتجرينية. وحدة إريتريا الكتلة الاستقلالية عام 52 العربية والتجرينية. إريتريا الحرة كانت تصدر بالعربية والتجرينية. كذلك الاتحاد والتقدم حزب الرابطة والتقدم كان يصدر بالعربية والتجرينية. صوت إريتريا للرابطة الإسلامية بالعربية والتجرينية كما أشرنا. وجريدة الاتحاد حزب الانضمام إلى إثيوبيا كان يصدر باللغة العربية. صحف عديدة وكان كمية منها حتى يعني كانت فيها صحف متخصصة. على سبيل المثال مجلة أسمر الثقافية يعني صحف متخصصة كانت تصدر باللغة العربية. وجريدة الغرفة التجارية الإريترية كانت تصدر باللغة العربية وأيضا باللغة الإيطالية وكذلك الإنجليزية. المجلة الاقتصادية كان ناشرها إيطالي تصدر بالعربية والإيطالية. مجلة المنار والثقافة لأستاذنا أبو الصحافة الإريترية صالح عبد القادر البشير كانت تصدر أيضا باللغة العربية. هذه نماذج عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة تأكيدا على أن اللغة العربية ليست هي لغة المعسكرات أو الذين نزحوا ولجأوا ثم عادوا إلى إريتريا. هذه شواهد ومشاهد ناطقة في تلك الفترة الزاهرة من إريتريا. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، لا زلتم مع برنامج مع اللغة العربية في إريتريا، ونحاول قدر المستطاع أن نؤكد أن اللغة العربية في إريتريا كان لها عصرا ذهبيا ولا زال الناس يتمسكون بها. ولكن في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج أي في الحلقة القادمة سنقدم بانوراما إلى ما آلت إليه اللغة العربية. في الحلقة الأولى كما قلت تحدثنا عن الجذور التاريخية أو تحدثنا عن ملامح البرنامج وفيما سيركز وما إلى ذلك. في الحلقة الثانية تحدثنا عن الجذور التاريخية للغة العربية وارتباط إريتريا بالجزيرة العربية ثقافيا وسياسيا ولغويا وما إلى ذلك. أتينا إلى العصر الذهبي للغة العربية في إريتريا اليوم في هذه الحلقة. وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن ما آلت إليه الأمور بفعل الأنظمة التي تعاقبت من الاستعمار إلى هذا المستعمر الأخير. فكونوا معنا سادتي المشاهدين. ويسرني كذلك مشاهدينا الكرام أن نقدم شهادة لأستاذ الأجيال أستاذنا محمد سعيد ناود رحمة الله عليه، الذي كتب عن اللغة العربية وباللغة العربية، وهو أحد مؤسسي حركة تحرير إريتريا، بل هو المؤسس الرسمي لها. وكتب كثير من كتاباته والمكتبة العربية زاخرة بذلك العطاء السخي لأستاذنا محمد سعيد ناود. الأستاذ محمد سعيد ناود رحمة الله عليه وهو يتحدث، وإن شاء الله نحن سنتحدث عنه في هذه القناة إن شاء الله، وخاصة ونحن نتحدث عن ملامح ومشاهد من اللغة العربية في إريتريا. أستاذنا ناود بيقول: دخول اللغة العربية إلى إريتريا سبق دخول الديانتين الإسلام والمسيحية كما أشرنا، بل وسبق هجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشواطئ الإريترية
وهم في طريقهم إلى النجاشي. فمنذ دخول المسيحية كانت الطقوس الدينية في الكنائس تؤدى باللغة الجئزية كما أشار أيضا سعادة السفير. أستاذنا ناود يذهب أبعد من ذلك فهو ويقول حتى الأذكار يعني كانت تؤدى باللغة العربية، والعبادات والأدعية والموالد وخطب الجمعة وصلاة العيدين ومراسم الزواج والإرث والمعاملات الرسمية من رسائل وحسابات كلها كانت ولا تزال في جانب منها تؤدى أيضا باللغة العربية. هذا وسط المسلمين الإريتريين كافة، مما جعل ارتباطهم أي المسلمين ارتباطهم باللغة العربية مسألة روحية، بالإضافة إلى الدراسة في الخلاوة القرآنية التي تتم باللغة العربية منذ دخول الإسلام في إريتريا وحتى اليوم. ويتضح من هذا وجود اللغة العربية في المعاملات الحياتية أيضا كلغة معاملات في الرسائل والمعاملات التجارية وعقد الاتفاقيات وتسجيلها وعقود الميراث والزواج وغيرها. ولهذا فإن اللغة العربية لم تكن لغة دين فقط، بل كانت أيضا لغة دنيا وحياة. والكثير من الوثائق التي تعود إلى مئات السنين والتي كانت محفوظة في أرشيف محاكم مصوع وكرم تؤكد هذه الحقيقة، حيث إنها مكتوبة باللغة العربية. وبعيدا عن النظرة الدينية، فإن العلاقة والعلاقات الإريترية العربية وعلاقة اللغة العربية بإريتريا تعود إلى جذور وتاريخ بعيد من الصعب تحديده، وذلك عبر الهجرات والمصالح والانتقال البشري بين الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر التي كانت تفرضه الظروف المناخية والحروب وغيرها. وعمق وأصالة اللغة العربية في إريتريا تتضح من خلال الكلمات العربية الكثيرة التي نجدها في كل اللغات الإريترية. نلمس ذلك أيضا في العادات والتقاليد والثقافات الإريترية التي نجد الكثير من التطابق بينها وبين مثيلاتها لدى العرب. إذن فاللغة العربية في إريتريا لغة أصيلة، وهي ليست وافدة نتيجة اللجوء لبعض الإريتريين بالأقطار العربية أثناء حرب التحرير كما يقول البعض. ذلك مقتبس مما كتبه الأستاذ محمد سعيد ناود رحمة الله عليه، نشر تحت عنوان تاريخ اللغة العربية في إريتريا، نشره المركز الإريتري للدراسات الاستراتيجية. هكذا المشاهد الكريم، نحن حاولنا من هنا وهناك أن نتحدث عن حقائق ووقائع تاريخية يعرفها القاصي والداني ولا ينكرها إلا مكابر. في ختام هذا البرنامج يسرني سادتي أن أحكي لكم قصة حكاها لي أحد كبارات رجال مدينة أسمرة في الفترة التي كنت فيها في إريتريا من عام 91 وحتى 2018 عفوا 2008، ليتني كنت لحد 2018 2008. فكان الرجل رحمة الله عليه توفي إلى رحمة مولاه قبل فترة، وكان رجلا في بدايات عهده معلما في المدارس الإريترية في أسمرة تحديدا وعدد من المدن فيما أظن. بعد ذلك ساب التعليم وانخرط في التجارة، وربنا فتح عليه أبواب الرزق الحلال. فكنا يعني نتسامر ونجلس وإياه، هو كان رجل كبير رحمة الله عليه، لكن عندما حكى لي هذه القصة كان رجل يعني ما شاء الله يعني رحمة الله عليه، يعني كان رجل بكامل وعيه. فلما شاف وهو عاصر فترة نهاية العهد الإيطالي ودخول الإدارة البريطانية ثم المسرحية الإثيوبية التي لا نزال نشهد جزء من فصولها مع الأسف الشديد يعني. فعاصر الفترات الثلاثة وهي أخطر مراحل إريتريا تاريخيا: هزيمة الطليان، دخول الإدارة البريطانية، ثم دخول الكنيسة ودخول إثيوبيا بقضها وغضيضها على إريتريا. فعاصر هذه الفترة، ويكفي أنه معلم، والمعلم طبعا دائما واعي لكل ما يدور حوله. فكان متعجب جدا جدا وهو يرى يعني غرابة اللغة الإريترية، اللغة العربية في إريتريا عفوا، والتهميش
وكأنك أنت دماء إريتريا التي يعرفها، زي ما قال شاعرنا الكبير المصري فاروق جويدة عندما رأى مصر، هذه ليست مصر التي يعرفها، فقال يعني يتساءل في قصيدة كبيرة، وإن شاء الله نحن في يوم من الأيام ممكن نقراها لكم يعني مشاهدينا الكرام في إطار بحثنا عن اللغة العربية، أشعار آداب وكذا. فقال لا أنت مصر ولا السماء سماك، مدي يديك تكلمي لأراك. مصر التي يعرفها قال لها لا أنت مصر ولا السماء سماك، مدي يديك تكلمي لأراك. نفس المرحوم أستاذنا العزيز ترحم عليه، أعتقد هو وصل إلى ذلك الإحساس، فمستغرب يعني، فكأنه قاعد يقول إنه ما هذه إريتريا التي نعرفها وتكون فيها اللغة العربية غريبة الوجه واليد واللسان ومهمشة وما في زول، ويعني هو عاصر العصر الذهبي لإريتريا. فقال لي يا شريف أنا داير أسألك سؤال، وحاختم الحلقة دي بهذه الحكاية المؤلمة يعني حقيقة يعني. فقال لي أنا مستغرب إنه بأي قدرة وبأي يعني بقدرة قادر زي ما بيقولوا، كيف أصبحت اللغة التجرينية اللغة الرسمية للبلد فقط؟ يعني كيف؟ يعني أنا ما قادر استوعب هذا الكلام، وهو من الناس اللي عاشوا في المرتفعات يعني. كيف؟ قال لي، قلت له كيف يعني؟ قال لي أنا مستغرب إنه إزاي اللغة التجرينية هي بقت لغة الدولة ولغة الشارع ولغة اللغة الرسمية، وما دونها ما يعتبر لغة. قلت له كيف كده؟ أحكي لي يعني. وأنا كنت استدرجوا كده، وأنا فاهم شوية نوع من الليناي، لكن دار أصل للحقائق التاريخية التي يملكها هذا الرجل رحمة الله عليه. قال لي والله بداية العهد الفدرالي والى حد ما بدايه ما يسمى بالنظام الفتره بتاعت الفدريشن يعني، قال لي لحد ما اثيوبيا تنشر تدخل اللغه الامهريه وتقضي على اللغه العربيه والتجرينيه، بالذات بدايه العهد الاداره البريطانيه. قال لي لو كتبت اي خطاب رسمي ابلكيشن عادي او معامله كتبته باللغه التجرينيه لاي مؤسسه حكوميه، بيقول لك سوري يا اخ امشي ترجمه. هو مكتوب باللغه التجرينيه، فالزول القاعد يقول لك سوري امشي ترجمه. يترجمه ليه؟ يترجمه لأي لغه؟ يقول لك اما للغه العربيه او للغه الايطاليه. يعني قال لي حتى التجرينيه ذاتها كلغه لغه رسميه، لغه دواوين ولغه دوله، والعهده على الراوي رحمه الله عليه، وهو محل ثقه. يعني مش الناس اللي بيقولوا ينكروا انه العربي دي ما كانت موجوده، وهو قاعد يقول انه ذاته التجرينيه دي ذاته لغه معاملات ولغه دوله ما كانت موجوده. فقال لي كيف؟ انا مستغرب انه كيف اللغه التجرينيه دي بقت هي اللغه الوحيده ولغه الدوله. قال لي لكن يا عم انا ما اللغه دي اشتغلوا وراها ناس كتار يعني، وبدينا بعدين دخلنا في الهنايه، وهو فاهم اكثر مني. قال لي كلامك صح يعني، اشتغلوا فيها من الامبراطور الى اخر حاكم الموجود اليوم في اسمرا، بحيث انه كيف يقضوا على اللغه العربيه في اريتريا، وتظل كل مستعمر طبعا ينشر اللغه التي يودها او لغته بالاحرى. وهكذا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده، انا حكيت القصه دي ليس استعداء للغه التجرينيا، لكن في ذلك الوقت الذي حكاها المرحوم رحمه الله عليه، انه التجرينيا ذاتها ما كانت رديفه ذاته للغه العربيه، والتاريخ يؤكد على ذلك. اتفاقيات والمعاهدات كلها كانت تتم باللغه العربيه. قبل حتى في الفتره اللي لو رجعنا نحن للعهد التركي، كل الاشياء التي كانت تكتب برضو كانت تكتب، حتى وان كانت كتبت بحروف عربيه لكن كانت تكتب لغه التجريت، وده حنرجع لها في يوم من الايام ونحن نتحدث عن اللغات في اريتريا تاريخ ومعاملات. هكذا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده، انا اشكركم باسم كل المشاهدين والمتابعين وانتم، واشكر المتعاونين معنا في هذا البرنامج. اشكركم متابعي
مع اللغة العربية في برنامج أسبوعي يأتيكم من شبكة سلام الإعلامية. آمل سيداتي سادتي أن نلتقي في الحلقة القادمة، الحلقة الرابعة، وهي ستكون سلسلة متتابعة مع الحلقات السابقة. واقع اللغة العربية في إريتريا اليوم، كيف آلت الأمور وكيف انقلبت الأمور رأسا على عقب. سنقدم شواهد وربما إذا تمكنا سنقدم لكم شهادات، ولكن ممكن الشهادات تكون في الحلقات القادمة، أصوات يعني متحدثين ضيوف كرام إن شاء الله. لكن سأحاول قدر الإمكان أن نتحدث عن واقع اللغة العربية المؤلم في إريتريا، كيف يتمسك الناس بها وكيف تحارب تلك الفئة الباغية الضالة المضلة هذه اللغة العربية. تحياتي لكم في الإعداد والتقديم، محدثكم أحمد شريف، وتحايا زملائي في الإخراج والهندسة الصوتية والإذاعية. لو كان لديكم أي إفادات يمكن الاتصال بنا مباشرة أو الاتصال على شبكة سلام الإعلامية الإفادة. وأنا كما نوهت أن هذا البرنامج يحتاج إلى مشاركات ومساهمات وإبداء الرأي حتى لو كان نقدا أيا كان ذلك النقد. نحن في الوسط الإريتري مع الأسف الشديد بالذات المراصد الإعلامية العربية التي تطل وما هو بذلك المستوى. لذلك أنا تعمدت أن آتي إليكم أسبوعيا تحت عنوان مع اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.